السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد، وصفه جديده غادي نحضر معكم هاد الصابلي اللي كيجي زوين، ما كيتنفخش معكم في الفران بلا خميره د الحلويات، وكيبقى في لافورم ديالو الشكل اللي كتشكلوه به كيبقى عليه. كنتمنى تعجبكم الوصفه، وخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه كناخذ 180 غرام ديال الزبده. هنا خديت الزبدة مارغرين ديال الحلويات. كنبداها كنخدمها مع فاني، ساشي واحد ديال فاني، كيس ديال فاني، و كاس ديال سكر سنيده. كنبدا نخدم هاد الزبده مزيان. مهم انني نخدم الزبده مزيان حتى تولي على شكل كريمه، يعني السكر سنيده ما بقاش نحس به في اليد ديالي، والزبده نحس بها دابت تماما، تبقى على شكل كريمه. يعني باش هكذا ما يبقاوش دوك الكرات ديال الزبده، غادي يخسر لكم الصابلي الا بقاو في مع كتحطوه في الفران كيذوب داك الكرات ديال الزبده، كيخسر معاكم الصابلي. هنا كنبدا نخدمها مزيان. كنضيف ايضا قبيصه ديال الملحه اللي تصحيح الذوق. كنبقى نخدم هكذا باليد ديالي بالكف حتى كتذوب لي مزيان، كتذوب سنيده، و الزبده كذلك حتى هي كتخدم مزيان. كنبقى نضيف هكا بشويه بشويه هاد الزيت. عندي كاس ديال الزيت نباتيه، كنضيف بشويه بشويه باش هكا كيساعدني باش بسهوله تخدم معايا هاد الزبده. كما كتشوفوا يعني ما كنضيفوش الزيت، كاس الزيت في دفعه واحده، باش هكا ما الخدمه ديالي ما تكونش عشوائيه، غادي يبقى يطير لي هكا طير لي الزبده. نضيف بشويه بشويه باش هكا تسهل الزبده تخدم معايا. غنبقى بنفس الطريقه حتى غادي تولي هاد الزبده كريميه، ونرجع معكم.
كيكون هذا هو القوام اللي بغيناه واللي تحصلنا عليه. كما كتلاحظوا الزبده ولات كريميه. هنا كنتاكدوا ان ما بقاولناش الكرات ديال الزبده، وسنيده حتى هي كتكون دابت تماما. بالنسبه للناس اللي عندهم العجانه ممكن تختصروا الوقت وتخدموها في العجانه. هنا كنكمل على نفس الطريقه. غادي نبدا نضيف 2 بيضات. من بعد ما ساليت داك الكاس ديال الزيت غنضيف 2 بيضات. غنخدم كذلك البيض مع الزبده مزيان حتى ما يبقاش هكا، ما يبقاش البيض كيبان لي. ومن بعد غادي نضيف عندي هنايا ساشي واحد اولا كيس واحد ديال الفلون كراميل. غادي يزيد له واحد البنه. وفي نفس الوقت غادي نبدا نضيف هكا الدقيق، دقيق الفرص، دقيق الابيض. غنبقى نضيفو تدريجيا حتى يتجمع لي الخليط. غنبقى نضيفو بشويه بشويه، وما نحاولش انني نعجنو، فقط نجمع هكا بيدي عيب الاصابع. نجمع مزيان هاد العجين، وبطبيعه الحال ما نعجنوش نهائيا باش هكا ما تخسرش لينا هاد العجينه ديال الصابلي. غادي نبدا هكا كنجمعو، ومن بعد ما يتجمع لي مزيان غادي نديرو في كيس بلاستيكي. ممكن تقسموا العجين على حسب الخدمه ديالكم، وتضيفوه في كيس بلاستيكي وتوضعوه في الثلاجه غير هكا باش تشد معنا الزبده لمده ديال نصف ساعه، وتبدا تخدموا الصابلي ديالكم.
هنا في هاد المرحلة غادي نبدا نخدم صابلي، غادي نبدا نطلقوه هكا ما بين جوج بلاستيكات اللي يكونوا غلاضين. في هاد المرحلة اللي هي مهمة بزاف. علاش خدمناهم ما بين جوج بلاستيكات؟ باش هكا ما نبقاوش نديرو الدقيق في الصابلي، يعني نطلقوه ونضيفو الدقيق، نرشو الدقيق، لأن غادي يقصح لينا العجين و يولي يعني غادي يخسر لينا حتى في الفران، وفي نفس الوقت يبقى الملمس ديال هاد الصابلي مزيان وما يتشكلوش ليا هكا خطوط في الصابلي. غنبقى مستمرة بنفس الطريقة. غادي نطلقو على السمك اللي هو بالنسبة للناس اللي باغيين يخدمو صابلي واحد فوق واحد، غادي تطلقوه رقيق شوية. وبالنسبة إلا كنتو غادي تخدمو به العجينة الشوكولا أولا تخدموه يكون بوحدو مع الشكلاط، غادي تخدموه شوية يكون غلاظ. في نفس الوقت ما يكونش غلاظ بزاف باش يجي المنظر ديالو زوين. غادي نبقى مستمرة بنفس الطريقة. من بعد ما طلقت الصابلي غادي نبدا هكا كنشكل هاد الشكل. ممكن تشكلو بالطريقة اللي بغيتو وديروا الاشكال اللي بغيتو. هنا غادي نشارك معاكم كذلك النمبر كيك، لان هاد الصابلي ممكن تخدموا به النمبر كيك، كيجي الشكل ديالو زوين وكيتخدم بسهوله بهاد العجين. ما كيخسرش معاكم، وفي نفس الوقت كيسهل انكم تطلقوه. وغادي نوريكم واحد الطريقه بالنسبه للناس اللي ما عندهاش الطابع ديال الارقام او لا الشكل اللي بغيتو تقادوه، غادي تقادوه فقط بالورق. انا خدمت هنا الرقم بالورق. من بعد ما قطعته غادي نبدا نشكل به هاد الصابلي.
كتكون هذه هي النتيجه ديال الصابلي اللي خدمت معاكم. كنتمنى تجربوه، انا متاكده غادي ينجح معاكم 100%. تبعوا غير الخطوات كما هي. غادي نشارك معكم كذلك النتيجه ديال النمبر كيك اللي جا رائع حتى هو. تبعوا غير الخطوات وبالسهل انكم تصاوبوه. تعجبكم الطريقه، الى عجبتكم ما تنساوش تخليو لي لايك وتشتركوا في القناه بطبيعه الحال. الى عجبتكم غادي نخليكم فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.